ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك دايما خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. حتى الله سبحانه وتعالى ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. لما جم الكفار واللي هم المفروض يعني اهله قالوا عنه دي جنة وساحر وغيرها من الامور، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ربنا قال له ايه؟ ما هو ربنا بيضع الاستراتيجية دايما. قال له ايه؟ اللي برضه بيتكلموا عليكي ولا بيتكلموا عليك بدون وجع حق، اسمع الاستراتيجية الربانية. ربنا بيقول لسيدنا الحبيب: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، فاداله الحل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اصل حضرتك لا تتخيلي في السجود كم من النورانيات والانوار اللي انت جسمك بينور فيها. جسم بينور في كاميرات في اوروبا دلوقتي بتصور الانسان اثناء الصلاه، كل جسم موجود دلوقتي قدامنا فيه طاقه كهربائيه وفي نور. اثناء الصلاه الانسان بينور اضعاف مضاعفه. الميه اللي حضرتك بتتوضي بيها ديت، الميه دي فيها طاقه فظيعه بمعنى الكلمه. ولذلك الله سبحانه وتعالى 5 صلوات هو مش عايز، مش هو ربنا محتاج صلاتنا يا جماعه. ده عشانك انت، اصل هو خلقك وصنعك. انا عندي ديت انا صانعها كل يوم واديتها لك، اديتها لحضرتك، بقول لحضرتك هاتها لي 5 مرات في اليوم عشان ابص عليها كده لو محتاجه حاجه ولا. هل دي هيبقى فيها اي مشكله بعد كده؟ هكذا الله هو بيعمل كده عشانك وعشانك، مش عشان حد تاني. لان اتفضل يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. حيونا لو سمحت. طيب عشان الوقت هديكم كده حاجه